السلامة ومرحبا بكم في دبارة جديدة. اليوم باش نعملوا اسكالوب. اخترته انا باش يكون متاع دجاج محشي كيف ساندويتش، نعملوه كيف ساندويتش. تنوريكم كيفاش. خذيت هنا زوز صدور دجاج. انا ما نحبش اسكالوب الدانت خاطر يزفر ياسر. يعجبني اسكالوب الدجاج. وعندي الحشوة. بالنسبة للحشوة باش تكون عبارة على بطاطا، صمت كعبتين بطاطا لزوز صدور باش نعملهم كوم بيوري كيف البيوري. عندي هنا شويه زيتون، شويه بصل، معدنوس، شويه ملح مش برشا، وشويه كليلو زعتر. نجمو تحطوا فلفل اكحل في عوض هذايا الكل. نخلطوهم هذوما الكل مع بعضهم. ونزيدهم مع بعضهم باش تلمني الحشوه. هكا هذه هي الحشوه اللي باش نختارها. هي الباز نتاعها البطاطا المصموطه، وانتم تفنوا اعملوا زيدوا حاجات. تحبوا تحطوا سبناخ، تحبوا تحطوا كلافس، اللي تحبوا تحطوا حطوه. مهم بطاطا مصموطه، والباقي اعملوا اللي تحبوا. الاسكالوب راني ما فوحتوش، تنقولكم علاش بعد. جوست توا باش نبدا نحلو كيما نحلو ساندويتش هكا. عباره حلينا ساندويتش باش نحشيوه. يستحسن الاسكالوب يكون يابس شويه، معناها مازال مثلج شويه. ناخذ الحشوه نتاعي نحطها لداخل. عندي جبن الموتزاريلا خليته هكا، ما حبيتش نقصو، معناه لا نربيه ولا نقصو تروف. حبيته يكون هكا. نسكر عليها مليح. مش مشكل كان الحشوة خرجت على برا. عندي هنا بابيا الومنيوم، هي اللي باش تساعد انه الحشوة تتكبس مليح. نكبس عليها مليح مليح. نخليها هنا ونكمل معاكم الكعبة اللي بعدها بنفس الطريقة. هذه شوية شحمة باش نحيها. الكعبة الاخرى عبيتها برشا، هذه مش باش نعبيها برشا. شوية جبن. بابيا الومنيوم. نكبس عليها مليح مليح. وواحدة كيف هكايا اي حاجة، معناها المهم تدخل تقبل النار. باش نحطهم هنا ونصب عليهم شوية ماء.
مبدئيا باش نحطهم على الغاز يتصمتوا، يدوب ما يتصمتوا شويه، الاسكالوب ما فيهوش روح في زعما يطيب. نقعد نقلب هكايا حتى لين نتاكد انه طاب ونخرج ونقول لكم شو نعملوا له. حكيت ربع ساعه وقويت عليهم النار كما قلت لكم، كل مره نقعد نقلب فيهم. طبعا باش نخرجهم من البابي الومنيوم، باش نحطهم في الطبق. تحبوا تسوتيهم في الفور سامحوني في تسوتيهم في على الغاز، والا تحطوهم في الفور. انا باش نحطهم في الفور تجيني اسهل وخير. عندي هنا شويه فلفل زينه وشويه تبل وكرويه، شويه ملح وكليلو زعتر. نزيدهم شويه زيت باش الحشو الفلفاح يلصق مليح في الزيت في بعضه. ونسقيهم به. هذا وفاحي. الفلفل زينه ننصحكم تعملوه، ولكن تحبوا تعملوا زيادة الهريسه تعطي منظر محلاه بعد كي تخرجها من الفور، ما يبدا منظر كالاحمر مستحمر شويه، حاجه باهيه معناها. حطيتها في الفور التيب، شعلت لها من الفوق ومن اللوطه. وانتم اذا كان ما عندكمش فور يشعلوا من من الفوق ومن اللوطه، تنجموا تشعلوا من اللوطه وتزيدوا من الفوق. في درجين طابت وتحمرت بالكدا، وكانت هذه النتيجه نتاعها. قصيتها لكم باش تشوفوا كيف جات. باش نحطها توا نزينها في الصحن. بالطبيعه الزينه والحاجه هذه ترجع لكم انتوما، اما صدقوني راهي جات بنينه برشا برشا برشا، وما تندموش كان جربتوها. وحاجه كيفك وجبه تنجم تكون متاع الشاي خفيفه. واحنا سورتو توا على ابواب قريب يدخل علينا رمضان، ان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل. وكذا معناها تعاوننا في العشاء، حاجه باهيه صحيه، وان شاء الله تعجبكم الوصفه، ونقول لكم بالسلامه في فيديو قادم ان شاء الله.